مساء الخير. ليا سؤال براود فكري. ليه دايما احنا بنحاسب بعض على ردة فعلنا؟ ليه مش بنحاسب صاحب الفعل المتسبب في ردة فعلنا عليه؟ دلوقتي واحد ضايقك، فانت مش بتسيب حقك، فبتاخد حقك بكل ادب واحترام منه، وبتاخد حقك بالقانون العادل المحترم. في طرف ثالث بيتدخل في الموضوع وبيشوفك انت كصاحب الحق انت اذيت الراجل اللي ضايقك لما تروح تستخدم ضده القانون. انا عايز اسال الطرف الثالث ده، ليه انت بتقول على صاحب الحق انسان مؤذي؟ ليه مش بتوجه نقدك ده للراجل اللي ضايقه؟ الراجل اللي ضايقه ده محدش اذاه، الراجل اللي ضايقه ده هو ده الاذى نفسه. لو ده اسلوبه محترم مش هيخلي حد يأذيه. طب مين المؤذي هنا؟ صاحب الحق ولا اللي ضايق؟ اللي ضايق على ما اعتقد ان هو ده المؤذي، الاذى نفسه. احنا بنحارب الغلط. الغلط ده ممكن يحصل معايا او مع غيري. لما تاخد حقك بالقانون العادل المحترم وبكل ادب واحترام من الشخص اللي ضايقك، انت مش بتأذيه، انت بتربيه بالقانون، عشان هو فعلا محتاج قانون يربيه. لو هو عنده اخلاق مش هيضايقك، بس للاسف هو ما عندوش اخلاق. فانت بتعمل ايه؟ انت كراجل محترم صاحب اخلاق بتستخدم القانون بتاعك عشان تاخد حقك منه. هي دي كل العمليه. لكن ما فيش حد بيأذي حد. المؤذي اللي هو بيتعامل مع الاخرين باسلوب غير مقبول، هو ده المؤذي. شكرا.